السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده يا حبايبي غدايا اكل دايت. انا عملت العيش العدس ده ونزلته لكم. ناكل معاه ايه؟ ممكن كل حاجه، ممكن نعمل شاورمة فراخ او شاورمة لحمه ونحطها فيه مع سلطه وناكله سندوتش. انا النهارده عامله معاه بيض اومليت، ضربه بيضتين اومليت بلدي، وحطيت فيهم حطيت حته في قلب السندوتش اللي هو العدس ده اهو، مع جبنه قريش، مع حته البيضه الاومليت اللي انا حطاها، وباكله بيه جميل جدا وطعمه في منتهى الجمال. الناس اللي حابه تعمل دايت جربوا يا حبايبي عيش العدس، جميل جدا. والبيض عاملاه بنقطه سمن بلدي، نقطه، عشان السمن البلدي حاجات يعني حلوه مش مصنعه، مع نقطه زيت. وعملتها قرص اومليت اهو في الطاسه، وباكله مع العيش العدس، جميل جدا وصحي ومفيد كمان لمرضى السكر ومرضى الناس اللي عندهم حساسيات من الدقيق اللي هو الابيض والحاجات اللي فيه الجيلاتين ده. جميل جدا يا حبايبي، جربوه. وعامله معاه سلطه جزر وبتاع دوت، خيار وبصل احمر وفلفل. وكنت عامله انا الكرنب الاحمر مخللاه، جميل جدا يا حبايبي. عارفين الكرنب الصغير الاحمر ده؟ مخللاه بقاله ده اكتر من 3 شهور في التلاجة، ما حصلوش حاجه، زي اي حاجه بنخللها بالظبط. يعني حطيت له ميه وملح وخل وسبته في قلب وحطيت له حته بنجرايه وسبته في قلب البطرمان لحد ما استوى، ودخلته التلاجة بقاله ما شاء الله اكتر من 3 4 شهور، وهو نازل عندي في القناه الكبيره. بحطه على طول مع السلطه لما بيكون ما عنديش كابوتش او كرنب طازه. ان شاء الله يا حبايبي من هنا للعيد ربنا يحيينا، هنزل اكلات دايت على طول، وبعد العيد هنكمل مع بعض ان شاء الله. هنزل لكم العيش الاول، يعني مثلا هنزل لكم الغدوه بالعيش العدس الاول. اتفضلوا معايا يا حبايبي، احلى اكله صحيه وجميله جدا، وان شاء الله تعمل مفعول والواحد يخس شويه. احسن ايه الادويه اللي انا خدتها ولا عملت لي حاجه، صرفت مصاريف قد كده على الادويه وخسيت حاجه بسيطه جدا وتعبتني كمان، فقلت لا نعمل انا بقى اكل صحي احسن. جربوه يا حبايبي العيش العدس. يعني الكوبايه كانت عامله لي 6 رغيفه، وما شاء الله الرغيف تقيل وحلو اهو. يا رب تعجبكم الطريقه، جربوه ان شاء الله يعجبكم. عيش العدس مع اومليت، وزي ما قلت لكم ممكن تاكلوه مع شاورمة فراخ، شاورمة لحمة، اي حاجة انتوا عاوزينها تاكلوها معاه، بيبقى جميل جدا ومغذي وطعمه حلو. وانا حاطه في العجينة بتاعته شوية كمون وشوية كركم وشوية شطة وشوية فلفل اسود، بيديله طعم جميل قوي ولون جميل قوي. ان شاء الله يعجبكم يا حبايبي وجربوه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. اتفضلوا معايا.